بيبتدي فيلمنا على جزيرة بعيدة، وبنشوف واحدة عجوزة عمالة تحكي شوية مع أطفال صغيرين، وبتقول لهم حدوته عن أسطورة ماوي، وده كان حاجة طول بعرض وشغل جامد. يعني في يوم من الأيام قرر ماوي يسيب جزيرتهم ويروح جزيرة تانية اسمها ديفيتو. المهم إن الجزيرة ديت كان لها قلب أخضر. المهم بقى القلب ده مش أي قلب، القلب ده كان بينشر الضوء والخير في العالم، عشان كده كان في ناس كتير حاولت تسرقه بس كانت بتفشل، لحد ما جه بقى ماوي وقال ايه الصعب يعني في الموضوع، انا مش فاهم، وقام واخد القارب بتاعه وراح على الجزيره. وكان طبعا اللي مقويه هو الخطاف السحري اللي كان بيقدر بيه على اي حد، ده غير انه شخصيا بيقدر يتحكم في شكله ويتحول الى اي حاجه هو عايزها. بيوصل بقى للقلب ده ويقدر يسرقه من ديفيتو اللي بتقوله انا مش قلت لك انا مش هقتلك، انا هسيبك تعرف غلطك لوحدك. وهو بقى واخد القلب وفرحان، بيطلع عليه الشيطان ديدا، وده القوة المعاكسة للخير، شيطان بقى. المهم بتحصل بينهم حرب وبيقدر يسرق منه القلب بكل سهولة. ومش كده وبس، ده بيرميه في المحيط، ومن وقتها والظلام بيعم على الأرض، والشيطان بقى اللي بقى معاه القوة وبيتحول ماوي لطائر شكله غريب وبيختفي، وده آخرة اللي بيعمل نفسه شبح. ومن وقتها والشر بيسيطر. في نبوءة بتقول ان في شخص واحد هو اللي يقدر يلاقي القلب الجزيرة دوت ويقدر يرجع ماوي وينصر الخير. كل ده ست العجوزة دي بتحكي لحد ما بقى ابو موانا جه وهو زعيم القبيلة، وبيقول للراجل لمامته انت بتقولي ايه، احنا مش عايزين حد يطلع من الجزيرة، انت كده بتشجعيهم ان هما يطلعوا ويكتشفوا الدنيا، وده اكبر غلط. وبيمسك الاتنين في بعض وبيسيبهم موانا وبتاخد بعضها وبتروح المحيط اللي هو مش بعيد، ده هي جزيرة محاطة بالماء من 4 جهات. المهم بقى ما بتدخل موانا المحيط بتفضل تبعد المية بعيدة عنها، بتفضل موانا ماشية، وكمان الموج بيفضل يلعب معاها ويسرح شعرها. بس طبعا باباها بياخد باله فبيروح يجيبها وبيطلعها وبيقول لها سيبك بقى من نزول في المية ده، احنا قلنا ممنوع حد يطلع بره الجزيرة. بعد كده بتعدي السنين لحد ما بتكبر موانا وبتبقى شابة وبتكون خلاص قربت تبقى الزعيمة، ما هي بنت الزعيم. بياخدها باباها للمكان اللي بيتعمل فيه مواسم التتويج بتاعها، وبيقول لها انت هتيجي هنا وهتحط صخرة زي الصخور اللي كل عيلتك حطيتها دي، وبيبدأ يجهز بنته انها تحكم الجزيرة، وبيقول لها من النهاردة انت هتبقي المسؤولة عن مشاكل الناس، شوفي بقى هتتصرفي ازاي. وبتقف موانا في نص البلد ومستنية المشاكل اللي الناس كلها مش عارفة تتصرف فيها، وبيجي لها البنات وبيقولها الحقيقة محصول جوز الهند كله باظ، نتصرف ازاي دلوقتي؟ فبتقول لهم الدين بيقول ايه، احنا نقطع الشجر البايظ ونزرع بداله شجر جديد. فبينبهروا من ذكائها وبلا عظم من عظمه. باباها بيبقى واقف فخور ومبسوط منها. بيروح الصيادين وبيقول لها ان الشبك ما بيطلعش سمك والدنيا بقت صعبة معاهم قوي. فبتقول لهم طب خلاص اصطادوا في مكان بعيد شوية عن الجزيرة. باباها بيسمع الكلام فبيقول لها لا ده بقى مش هسكت على الكلام ده، احنا قلنا البعد عن الجزيرة ممنوع. فبيتنرفز عليها وبتقعد موانا على جنبه وهي متضايقة ومش طايقة نفسها، وبتروح مامتها تقول لها انت لازم تعرفي البابا زعلان ليه ومش عايز حد يطلع من الجزيرة، عشان زمان وهو صغير عمل نفسه شبح وطلع هو وصاحبه على قارب من الجزيرة، وكان فاكر ان الدنيا جميلة وفضل ماشي في المحيط لحد ما الدنيا قلبت والموج فضل يعلى وفسخ القارب لحد ما راح هو وصاحبه، ونزل باباه بسرعة عشان يطلع صاحبه بس كان غرق وملحقش ينقذه. ومن يومها هو مرعوب وخايف حد يروح المحيط تاني. بس موانا ولكنها سمعت حاجة وبتقول يعني الصيادين هيعملوا ايه، نقطع عيشهم عشان بابا معرفش ينقذ صاحبه. وبتنشف دماغها وبتاخد القارب وعليه الخنزير بتاعها، الخنزير بيفضل قاعد قدام القارب بيفضل ماشي بقى زي الفل، وبتقول لنفسها ما الدنيا حلوة اهي امال في ايه. وهوب المحيط بيقلب والموج بيعلى لحد ما بيوقع القارب بالخنزير، وبتنزل موانا بسرعة عشان تساعد الخنزير، بس بتتعلق رجلها في شوية طحالب تحت المية وتفضل تحاول تطلع رجلها منهم بالعافية لحد ما اخيرا بتعرف تقطع الطحالب دي وتعوم عشان ترجع الجزيرة تاني، وهي خلاص بتطلع في الروح ومرعوبة. لما بتشوفها جدتها بتقول لها رجليكي ورمة منين بسبب الطحالب، فبتقول لها انا اتعلمت الدرس وبابا ده كان عنده حق وعارف كل حاجة، خلاص ملوش لزوم اللي انت هتقوليه. فبتقول لها جدتها انا عارف اللي انت بتعمليه ده صح، وبتاخد موانا معاها وبتقولها لو عايزه تعرفي حقيقتنا ادخلي جوه واسمعي. بتدخل موانا الكهف وبتلاقي شويه رسومات للمراكب
ولما بتطبل بتطلع نار كبيرة وبتفضل توريها حياة عيلتها اللي كانوا رحالة في المحيط. تطلع موانا من الكهف وتقول لجدتها ما احنا كنا رحالة اهو والدنيا جميلة، امال ايه اللي حصل؟ بتقول لها جدتها انهم فعلا كانوا رحالة والدنيا كانت معاهم جميلة لحد ما الشر انتشر وفضل الظلام يطاردهم في كل جزيرة بيروحوا فيها. عشان كده قرروا ان هم لازم يستقروا ويبعدوا عن الشر. بتلاقي جدتها ان المحيط بيعمل اشكال قدام موانا، فبتقول لها بس كده المحيط اختارك وانت اللي هتقدري تدمري لعنة الشيطان. فبتنبسط موانا وبتروح جري على باباها. باباها كان عامل اجتماع فبيشوف الناس مالهم. تدخل عليه بنته وبتقول له احنا هناخد مراكبنا اللي في الكهف ونطلع بيها نص المية عشان نرجع قلب الجزيرة ويرجع ماوي تاني وبكده نكون قاضينا على الشر. بس باباها بيقول لها الكلام ده هناك مش هرضى بيه وانا هحرق المراكب دي عشان اريحك. بتتعب جدتها وبتكون خلاص بتموت، فبتروح لها موانا بسرعة وبتديها جدتها السلسلة اللي فيها قلب الجزيرة وبتقول لها خلي دي معاكي ولازم تحققي النبوءة ولازم تحرري ماوي. قررت انها تسمع كلام جدتها وبتجري تاخد قارب وبتطلع بيه في نص المحيط ومعاها قلب الجزيرة والدنيا تمام. بتفضل مستنية المحيط الغدار لحد ما بيقلب بيها وتلاقي ان في ديك طالع معاه عافية. الديك ده كل اللي بيعمله ان هو بيحاول ينتحر وكل شويه يرمي نفسه في الميه، بس موانا بتفضل تنقذه لحد ما بتزهق منه وبتاخده تحطه في فتحه في القارب وتقول له انا مش ناقصاك كفايه عليا المحيط. فعلا بيبدا المحيط بيقلب ويبدا في البرق والرعد، بس هي بقى خلاص اتعودت وتبدا تواجه القارب يمين وشمال لحد ما الموج بيعلى ويرميها بره المحيط على الجزيره. وبتقول موانا وتضرب ميه المحيط كده وبتقول انت مش المفروض تساعدني ولا ايه؟ بتقرر انها تروح تدور على اي حاجه تاكلها ولا تشوف انه بقى بتقول ايه، لحد ما بتلاقي خيال واحد ضخم ماشي فبتستخبى منه ورا القارب وبتمسك المجداف على اساس لو قرب تضربه. بس ده بيطلع ماوي اللي بيوصل وبيشيل القارب عشان تطلع تجري منه، بس بيروحوا يمسكها ويحبسها في مكان ويقفل عليها. وبتفضل موانا تزعق وتقوله انها جايه عشان تحرره وان هو بدل ما هو عمل نفسه بطل كانت شطر على الشيطان. بس بيهرب ماوي من الجزيرة وبياخد معاه الفرخة. في الوقت ده بتقدر موانا انها تهرب من الكهف اللي كانت محبوسة فيه وبتجري لحد ما بتشوف ماوي بيهرب فبتنط في المية عشان تلحقه. وبتفضل موانا تحاول انها توقفه بس ما بتعرفش لحد ما بيساعدها المحيط وبيرجعها على القارب تاني، وكل ما يرميها يرجعها المحيط تاني لحد ما بيزهق منها ماوي ويقولها انت عايزة مني ايه؟ بيكون ماوي سارق منها الجوهرة وبيقولها دي لعنة ومش حاجة حلوة يعني عشان تفضلي محتفظة بيها. تفضل موانا تقنعه انه لازم يروح الجزيرة ويرجع الجوهرة ليها عشان الدنيا ترجع كويسة تاني وكمان اهل الجزيرة يحبوه بدل ما كله بيقول عليه اهبل. بتوعده انها هتساعده على قد ما تقدر، فبيقولها خلاص لو عايزين نرجع الجوهرة دي مكانها يبقى اول حاجة لازم اجيب السلاح بتاعي اللي هو الخطاف الساحري، وده مش حاجة سهلة كده يعني، ده في حراس عليه وليلة كبيرة. لما بيقتنع الاتنين بالخطة بيقرروا ان هما يتحركوا وبيطلع عليهم قراصنة بس بيكون شكلهم مهزأ كده وبيلابسين جوز الهند وعايزين الجوهرة اللي كله بيفضلوا يتخانقوا عليها لحد ما بيلاقيها الديك وبيخبيها. بس القراصنة بيسرقوا كل كده على بعض وبياخدوه معاهم على المركب. ولما بيشوف موانا اللي بيحصل وان مو ده شكله كده طلع مقلب ومش بيحارب ولا حاجة، فبتستخدم المحيط وتفضل تجري لحد ما بتنزل على مركب القراصنة بتسرق منهم الديك تاني وبترميه على القارب فبيطلع الجوهرة من جديد وبيهربوا من المركب من المكان دوت وبيقرروا ان هما يروحوا على جزيرة الوحوش عشان ياخدوا السلاح بتاعه ويرجع شبح زي زمان. بيروح على الجزيرة اخيرا لحد ما بينزلوا تحت البحر وبيشوف ماوي ان في وحوش كتير والدنيا شكلها كده مش هتعدي على خير، فبيقول لموانا بصي احنا هنستخدمك طعم. موانا مش بترفض، قررت خلاص انها هتساعده وبتفضل تطبل وتخبط عشان يطلع الوحش اللي بيحمل الخطاف بتاعه. بيروح لها الوحش وبيشيلها بيلاقي اللي جابك هنا، وطبعا بيسحب ماوي من وراهم وبيروح ياخد الخطاف بتاعه ويروح عشان يهرب من المكان وياخد معاه موانا. وفي الطريق بيقولها خلي بالك الخطاف ده مش بس خطاف كده، ده انا ممكن اتحول بيه. بيفضل ماوي يجرب الخطاف بس مش بيظبط معاه وعمال يتحول لحاجات متخلفه كده مش هتنفع، بس بيعرف يظبط في الاخر وبيتحول لطيور عشان يطير بيه ويتحول لحوت فبينط في البحر. بتقوله انت ايه مش نافع في حاجه؟ بيفضل ماوي قاعد كده ومتاثر بيقول لموانا انت صح، انت ما عرفتيش قصتي صح، انا عارف ان انت مش طايقاني ولا عايزه تسمعي القصه، بس انا هقولك برضو انا زمان كنت طفل صغير، بعد كده بابا وماما زهقوا مني ورموني في المحيط واخدتني القوه الخير وتفضل تعتني بيا، وهنا قررت اخد بالي من الناس واساعدهم عشان ما حدش يزعل مني. والكل بعد كده بيعتبره بطل وبتقول له بقى خلي بالك ان اللي خلاك بطل هي اعمالك الحلوه للناس مش بس ان انت بتستخدم السلاح. وبيكملوا الاتنين في طريقهم لحد ما بيقول ماوي لموانا خلي بالك من وحش الظلام، ده مش واحد
بنستهبل كده ولا بنهزر معاه. فبتقول لموانا ما تقلقش، احنا مع بعض هنقدر على اي وحش في العالم. بيوصلوا لمكان الوحش، بس بيقول لموانا بعدي المركب بسرعه عشان ده مش هيسيبنا. بتنشف دماغها وبتروح بالقارب ناحيه الوحش. بيطلع عليهم الوحش من الميه وبيفضل يهجم عليهم لحد ما يطلع ماوي السلاح بتاعه ويحاول يدافع عنهم، بس بيكسر الوحش السلاح ويرميهم بعيد. ولما بيشوف ماوي ان السلاح اتكسر بيقول لموانا انا قلتلك من الاول بلاش نهجم عليه عشان هيزعلنا، انت اللي عملت نفسك جامده. بيتحول لنسر وبيخلع من على القارب وبيسيبها لوحدها. بتفضل موانا تعيط وتقول للمحيط انت ليه اخترتني وانت عارف ان مش هكون قد المسؤوليه. وبتديله قلب الجزيره، بس بتطلع روح جدتها اللي بتقولها انت ازاي تتخلى عن المهمه بالسهوله دي، ولازم تفضلي واثقه في نفسك. بتقتنع موانا بالكلام ده وبتنزل المحيط بسرعه لحد ما بتوصل للجوهره اللي موجوده في قاع المحيط. فبتاخدها وبتطلع بيها تاني وهي مقرره ان لازم تكمل المهمه. وفي الطريق بيطلع عليها وحش البحر الناري ويفضل يهجم عليها، بس بتقدر موانا انها تلف حوالين الجزيره لحد ما بتخلع منه. وبعدها بيقدر وحش النار انه يوصل لها عشان يهجم عليها. وفي اخر لحظه بيوصل ماوي عشان يكسر ايد الوحش، بس بيغضب الوحش عليه وبيكسر له الخطاف. هنا بتقرر موانا انها تروح تدور على الجزيره عشان تديها القلب، بس مش بتلاقي جزيره ولا حاجه. وهنا بتعرف ان الجزيره بقت هي الوحش لما ماوي سرق منها القلب. بس بتروح موانا لحد ما تقابل الوحش اللي هو الجزيره وتديله القلب وتحط له القلب في نص صدره، وبيتحول بعد كده لجزيره خضراء. وبتشكر الجزيره موانا عشان رجعتها تاني. وبتروح لماوي عشان تقول انها سامحته وبتديله خطاف جامد وجميل. وهنا بتكون خلصت مغامرة موانا بعد ما رجعت الجزيرة تاني وقضت على الشر في المحيط. وبترجع لجزيرتها عشان كله يحتفل بيها. وهنا بترجع كل قبيلة موانا تركب المراكب عشان يرجعوا تاني رحلة تاني بعد ما قدروا على الشر. هنا بقى بيكون خلص فيلمنا. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد.